السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة ان شاء الله عشوة اقتصادية. هنعمل شكشوكة بالبيض. زي ما انتم شايفين قطعنا البصل مكعبات عادي كده، تقطع عادية بالسكينة ونقلبها يا دوبك نخليها تدبل بس على النار، وعادي ما نخليهاش هي تدبل بس. وما تنسوناش في اللايك والاشتراكات. ده عشوة اقتصادية بقى، اقتصادية من الاخر من الاخر. وهننزل بفصان توم كده مقطعين بردك مكعبات. في ناس ما بتحبش تحط التوم في الشكشوكة، بس لا انا جربتها في الشكشوكة طعمها جميل والريحة وحاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة حلوة. والريحة بتاعت التوم بتطلع الريحة بتبقى جميلة. وهننزل بالتوابل كزبرة وملح وفلفل اسود، ولازم الفلفل الاسود عشان البيض عشان الزفارة بس. ونقلبهم يا دوبك، وبعد كده ننزل بيها بفلفل اخضر حسب الرغبة بقى، بس يا ريت يكون بارد، واللي هو بيحب سبايسي عادي يحط، لو هو بيحب حراق عادي بس. زي ما انتم شايفين هي دبلت خلاص، فهنقطع الطماطم مكعبات تقطع عادية، ونحط الملح دينا ونقلب بسم الله ما شاء الله. والله الريحة جميلة، ما تقولوش كبدة كبدة فجايري، يعني بصراحة كبدة اقتصادية على قد الايد هنا بسم الله ما شاء الله. والريحة والله جميلة، الريحة جميلة، يا ريت تجربوها. زي ما انتم شايفين كده خلاص دبلت. هننزل بيها بالطماطم المكعبات زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. والله الريحة جميلة. لايكات يا جماعة، لايكات وعجبات او اعجابات والدنيا كده واشتراك في القناة. وزي ما انتم شايفين كده خلاص الطماطم خلاص استوت بكلهم مع بعضيهم. بيجي جاي كده المرهم كده بسم الله ما شاء الله، وبطنها زي ما انتم شايفينهم. هنخلطهم بعد ما خلطناهم كده على بعضهم بالشوكة، نضربهم في بعض، وهننزل بيهم معاه على الخلطة اللي احنا عاملينها السوس. بسم الله ما شاء الله جميلة، والله الريحة جميلة خالص، يعني كبدة بصراحة متخليش الفجر يراعي بسم الله ما شاء الله. واللي فيه عين وراس يعمل عمايل الناس، يعني بردك لازم الحاجة الاختراع لازم، يعني الواحد هنتعشى بيها ما نخش نشوف التلاجة اللي فيها نروح نعملها وتبقى أكلة اقتصادية. يلا ربنا يصلح الحال. زي ما انتم شايفين خلاص كده اهواتي انا هنحوشها من على النار، يعني خلاص البيض استوى وكل حاجه استوت، والبصله والتومه والطماطم والفلفل الاخضر كله يعني دبل في بعضيه. جميله والله، ريحتها زي الكبده. هنعمل لكم جنبها فول فول بالطحينه. زي ما انتم شايفين كده خلاص بنسخن الزيت وننزل بالملح. وطبعا الفول لازم يكون عليها لازم كمون، هننزل برشة كمون زي ما انتم شايفين لازم عشان بيعمل انتفاخات بس. ونقلبهم وننزل بالفلفل الاخضر. انا ما حطيتش شطه عشان الفلفل ده كان سخن، فانتوا زي ما انتوا عايزين حطوا بس. ودياتي الطحينه دوبتها بيها اللهم صل على النبي بمعلقه خل، ونزلت بيها ده كل ده بعد ما طفت النار، هو سخن خلاص. وزي ما انتم شايفين يعني بيجي شكله حلو عشان يفتح النفس مش اكتر. اسمه فول في الاخر، فول مدمس. ننزل بليمونه على حسب كل واحد بيحب الليمونه اكتر يحط. انا حطيت ليمونه كانت كبيره وحطيتها بسم الله ما شاء الله حلوه. ونقلبها وخلاص كده اهواتي. الزيت انا ما حطيتهوش، هحطه فوق الوش بعد ما انا حطيته في الطبق زي ما انتم شايفين. فنزلت اياه بالزيت كده اهوت، وبعد كده اقلب قلبتين في الطبق عشان يبدا شكل كويس ويرهش كده اهوت بالزيت. تعالوا اتفضلوا معانا، وزي ما شايفين الشكشوكه جميله. اتفضلوا معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.